السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ورمضان مبارك سعيد. دخل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم غنقدم معكم بريوات ديال الكاوكاو، كيجيو زوينين ورائعين مقرمشين. الا دقتيهم ما تفرقيش بينهم وبين ديال اللوز، وبلا ما كنحتاجو نديرو فيهم روح ديال اللوز. كنجمعهم فقط غير بالماء زهر ديال بالعامري، وما تنساوش الورقه تكون مزيانه ولا تكون ديال البخار، من الاحسن ما كتقطعش دغيا. يلا اجيو معايا نشوفوا القوام اللي غادي نحتاجو. هنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي فسختو ونشفتو، غسلته ونشفتو ودرتو في طاوه. غادي نرشو بالزيت وغادي ندخلو للفران. بالنسبه للكاوكاو راه ولا كيتباع مفسوخ، بالنسبه اللي ما كيقدرش، اللي جاه العكز يفسخو، راه ولا كيتباع مفسوخ في الاسواق. انا هنا فسختو بيديا ونشفتو، غسلته ونشفتو ودرتو في طاوه ورشيته بالزيت وغندخلو للفران. ودرت الطريقه الاخرى بالنسبه اللي كيبغي يدخل الاير فراير، درت على جوج طرق. بصراحه الاير فراير كتنفع بزاف وكتعاون كتختصر علينا الوقت. درت عاوتاني قلت تقريبا درت نص كيلو في الطاوه، ونص كيلو الاخر درتو في الاير فراير. انا في الاير فراير درت ثلاثه ديال ثلاثه ديال المرات. هنايا كنديرهم على 180 درجه في الاير فراير. 180 درجه كنرشهم بالزيت، ومره مره كنحل كنقلب باش يتحمر ليا من التحت ومن الفوق. والفران هو كذلك، مره كنطلعوا عليه، راه دغيا كيتحمر لينا. بالنسبه اللي بغى يقليه في الزيت يقليه، ولكن من الاحسن راكم عارفين الواحد يحاول ينقص من الزيت. بالنسبه للعسل، انا هنايا رانا كنصايب العسل، درتو بقالب ديال السكر، وكنديرو فيه حامضه وعويه ديال القرفه، وشي جوج حبيبات ديال المسكر الحر، وشي 3 عويدات ديال القرنفل. وكنخليه. راه الطريقه ديال التحضير ديال العسل راه عندي في الفيديو بالنسبه اللي بغاها. هنايا الكاوكاو من بعد ما تحمر ليا صافي، هنايا درتو في الطحانه. غنحاول نطحنو، وكنحتاج كاس ديال السكر سنيده، عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، ومعلقه مع مرج ديال القرفه والمسكه الحره. هنايا هاد الكاس ديال السكر اللي عندي، مع كل طحنه كندير تقريبا معلقه كبيره اولا 2 معالق عامرين بالسكر سنيده مع كل طحنه ديال الكاوكاو، باش داك الكاوكاو كيتطحن لينا، كيتعلك لينا. وحتى ديك السنيده ما تبقاش لينا كتجينا مغزغزه ملي كنكونوا كناكلوا البريوات ديالنا. المهم انا كنستمر حتى كنطحن الكميه كامله اللي عندي ديال الكاوكاو، وديك الساعه عاد باش غادي نجمع العقده ديالي. وبالنسبه اللي بغى يختصر عليه يوفر الوقت، يمشي يطحنوا عند الهريات اللي ولاو كيطحنوا دابا بدوك الماكن. كدي كطحني، كتخلطي مع داك الكاس ديال سنيده وكطحنيه، كدير طحني عنده كتجيبيه مطحون. هنايا عندي المسكه الحره، غادا ندير واحد 4 ديال الحبات، 4 ديال الحبات تقريبا. غادا نطحنهم مع الطحنه الاخرى اللي بقات ليا ديال الكاوكاو. وكما قلت لكم كل طحنه كندير معاها معلقه كبيره ديال السكر. هنايا من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي غنضيف عليه معلقه كبيره مع مراج ديال القرفه اللي تكون مغربله، اكيد تكون مغربله. و2 معالق كبار ديال الزبده تكون نوعيه جيده دائما، راكم عارفين. وغادي نخلط وغنجمع بالماء الزهر. الماء الزهر من الاحسن حتى هو يكون نوعيه جيده ديال بالعامري. والزبده راه غادا تذوب ليا معنا دابا من طحنته. هو كان في الفران، وملي طحنته راه باقي سخون، يعني ديك الزبده راه فاسيلمون غادي تذوب لينا. صافي غادي نجمع العقده بالماء الزهر، وغادي ندوز باش نشكلها كويرات. هانتوما كما كتشوفوا العقده كتجي رطيبه، وكما كتشوفوا هانتوما ساهله فاش كتكور لينا، ما كتفرتت لينا ما حتى شي حاجه. شفتوا؟ صافي غنحاولوا نشكلوهم كويرات بنفس القياس وبنفس العبار، كويرات هكذا صغيورين. دابا غادي ندوز باش نقطع الورقه ديالي. حتى بديت كنقطعها عاد تفكرت بانني نسيت، قلت نوريكم كيفاش كنقطعها. انايا كناخذ هذيك الورقه ديالي كامله، كنقسمها، كنتنيها على جوج، كنتنيها على جوج، وكنقطعها بالمقص.
كنقطعها بالمقص كامله القياس اللي غادا ندير فيه الكويره ديال العقده. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. بالنسبه اللي عنده كيدير الزيكزاك ولا شي حاجه يدير مسطره، ويعبر بها القياس. انا هنا ما كانش عندي مسطره، صافي عيني ميزاني. صافي كناخذ كل كناخذ داك الشريط وكنبقى نفكو هكذا، وديك الساعه ناخذ شريط واحد وكنبدا نشكلو في كويرات. وما تنساوش تكون حداكم واحد الزليفه اللي كنديروا فيها الطحين، طحين والماء باش تلصق لينا ديك البريوه. المهم صافي انا كنستمر هكا، انا غنوريكم المره الاولى الثانيه الثالثه، وصافي كنستمر في نفس الطريقه ديالي وغادي ندوز للقليان. هنايا انا ساليت البريوات ديالي، درتهم في طاسه ما بين طبقه وطبقه. كندير البلاستيك. بالنسبه للزيت اكيد الزيت كيكون سخون كنسخنو، كنديرو شي كاسرونه كبيره باش تلقى ديك بريوه كيفاش تاخد راحتها في القليان والزيت يكون فوق منها. هنايا انا غنقلي غير الكميه اللي باغا، وانا كنديرها في الكونجيلاتور هكذاك. يعني كل مره كنجبد الكميه اللي بغيت كنقليها، وهكذا كتجيني انايا ساهله، حتى ما نقليها ونخليها ربما ما تكالش ربما هذا. وكان كتبقى ديما من كنجبدها ونقليها كتبقى ديما بحال يلاه صايبتها. هنايا كتقلى ليا البريوه ديالي، الزيت كما شفتوا ضروري كيكون فوق منها. صافي ما تنساوش العسل اللي كيكون ثقيل، حتى هو ضروري اكيد العسل يكون ثقيل باش من نديرو ديك البريوه مباشره من القليان من الزيت نديروها في العسل مباشره باش تشرب لينا داك الزيت. وإلا كان باش تشرب لينا عفوا داك العسل، وإلا كان هذاك العسل خفيف راه ما غاديش يشد في البريوه. ضروري العسل خصو يكون ثقيل وخصو يكون عاقد. هكذا ما هكذا كتبقى لنا البريوه ديالنا مقرمشه. بالنسبه للطريقه ديال العسل رانا حاطه في الرابط في الفيديو عندي في القناه. اللي بغات الطريقه ديالو دخل عندي القناه وانتم كتفرجوا. ما تنساوش تخليو لي شي تعليق باش نعرفكم راكم شفتوا لي الفيديو. وما تنساوش ديروا لي جيم بارطاجيو مع اصدقائكم مع احبابكم. واللي ما دارش ابوني ما تنساوش تشترك ليا في القناه. ها نتوما كما كتشوفوا العسل ثقيل. انا هنايا راه كناخذ العسل اللي عندي راه بارد كنكبو فوق البريوات، حيت هذاك العسل اللي حطيت عليه البريوه راه سخن. من كيسخن كيولي العسل خفيف، وانا غنضيف عليه العسل الثقيل اللي كيكون عندي بارد. صافي من بعد كنزينوهم بالجلجلان. هما البريوات بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. هما كيجيو مقرمشين ولا دقتوهم ما تحلفوا عليهم، ما تقولوش راه كاوكاو. فريمون كيبانو ديال اللوز. الواحد كيبغي ينوع، مره يدير كاوكاو مره يدير ديال اللوز، اولا يزيد معاهم حتى الجلجلان. خليتكم على خير.